على مدخل سور الشمالي نفق للموت، قام المتعهد الشهير بمشاريعه التي لا يتأخر تسليمها لأكثر من 10 أو 15 سنة فقط بحفره بحجة تنفيذ أشغال صرف صحي، وتركها دون إشارات تحذير أو إضاءة في الليل لتقع عدة حوادث نتيجة لذلك الاستهتار والاستقواء والفوضى واسترخاص الناس. آخرها كان ليل الأحد عندما سقط 10 جرحى في حادث حصل بسبب حفرة المتعهد المذكور على طريق البحر قرب تعاونية الجنوب. والأسوأ من ذلك أن المتعهد لم يحلو له القيام بالأشغال إلا في ذروة الموسم السياحي الذي تنتظره مدينة صور علها تعوض بعض المآسي التي لحقت بها مؤخرا، ليأتي المتعهد الشهير ويختار إغلاق واحد من مدخليها الرئيسيين بأشغال عشوائية خنقت السير وعرقلته في ظل سكوت تام لمن يفترض بأنهم حريصون على الناس وسلامتهم واقتصادهم. فمتى تتحرك الأجهزة الرقابية لمحاسبة المخطئين والمقصرين وأمثالهم؟